الآن في هذه الأثناء أذهب مباشرة إلى فهد المجاهد والجديد والبداية مع فهد. فهد تفضل. شكرا للزملاء. تتواصل التغطية الميدانية من أرض الحدث استاد الملك فهد الدولي تحديدا في العاصمة السعودية الرياض. النهائي الكبير كأس ولي العهد الأمين النصر والهلال أو الهلال والنصر. هنا تواجدت الجماهير منذ وقت مبكر، نحن أيضا تواجدنا منذ وقت مبكر. جميع طواقم القنوات الرياضية السعودية تواجدت في درة الملاعب الذي تحتضن هذا العرس الكبير. بلا شك أنها مناسبة غالية على الجميع. تواجدنا منذ وقت مبكر أيضا عندما تحدث عن الجماهير، وهي ملح مثل تلك المباريات، الجماهير النصراوية والجماهير الهلالية. طبعا أذن وفتحت أبواب الاستاد الملك فهد في تمام الساعة 4:09 للجماهير الهلالية والجماهير النصراوية. سمح لأعضاء مجلس الجمهور النصراوي ورابطة الجماهير النصراوية بقيادة إبراهيم حقوي بأن تدخل قبل دخول الجماهير بساعة تقريبا. دخلت في تمام الساعة 3 عصرا، تواجدت في المدرجات لتنظيم عملية دخول الجماهير، وحتى الآن تقريبا ساعة إلا ربع من دخول الجماهير. عملية التنظيم تتم بطريقة رائعة يشكر عليها جميع المنظمين لهذا الحدث. طبعا تحدثت مع المسوق لتذاكر المباريات وهو البريد السعودي ممثلا بالاستاذ علي المشعلي، الذي تحدث بأنه الآن يتم البيع التذاكر في استاد الملك فهد الدولي. تقريبا 40,000 تذكرة بيعت قبل هذه المباراة، الباقي 20,000 تذكرة ستتم بيعها في الساعات القادمة. عندما نتحدث أيضا عن الأجواء أكثر من رائعة. إدارة ملعب استاد الملك فهد الدولي عمدت لأن تشغل الأغاني الوطنية التي يسمعها الجماهير الآن في المدرجات. سريعا نتحدث مع عدد من الجماهير النصراوية. لا شك أنه نهائي كبير، عرس رياضي كبير. أنتم كجماهير حضرتم منذ وقت مبكر، لك نظرة فنية، نظرة توقعات قبل بداية المباراة؟ إن شاء الله فوز العالم إن شاء الله 2-0 إن شاء الله. والهلال والله فريق كبير يخوف، بس العالم إن شاء الله اليوم. من متى كان تواجدكم خلف الأسوار في استاد الملك فهد؟ والله من الساعة 1:30. تحت البوابات الساعة 4. نعم. يعطيك العافية. نشوف أحد الجماهير، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنت شكلك خايف، ما أدري كذا. لازم أخاف، بس عقب المباراة الأخيرة اللي 1-0، بس هذه مباراة كؤوس يعني ما، فأنا أقول الله يستر بس. أتحدث معك، من وين حصلت على التذكرة؟ اشتريتها قبل ولا من الآن؟ قبل يومين تقريبا. قبل يومين. نعم. عندما تحدث عن اللاعب المؤثر في نادي النصر اللي دائما الجماهير النصراوية ربما أنها يعني تقول هذا اللي ممكن راح يحسم المباراة. والله شوف، هو النصر إذا بعدوا عن النرفزة صدقني المباراة نصراوية. يعطيك العافية. الله يعافيك. أشوف الشبل هذا النصراوي. تعال يا بابا، كيف حالك؟ الحمد لله. وش اسمك؟ مهند. مهند. جاي بدري اليوم؟ ايه عشان زحمة. عشان زحمة؟ ايه. يلا، من اللاعب المؤثر في النصر اللي أنت تحبه يا مهند؟ سهلاوي. طيب اليوم جمعة بكرة مدرسة، حليت الواجب قبل ما تجي؟ ها؟ حليت الواجب؟ لا. خلصت دروسك؟ لا. راح تطلع متأخر. يلا يعطيك العافية. أيضا لقاءاتنا تتواصل مع الجماهير النصراوية. يعطيك العافية. تعال على يساري بس. كيف حالك؟ الله يعافيك ويسلمك. أنت قلت لي إن عندك بيتين شعر أو شاعر أو من هالقبيل. والله هذه مهديها لي خالي اللي هو حسن عبد الرحمن في قبل أيام، يقول تدري وش اللي يفرح القلب يا سعود؟ يومك تجيب القلب بهدوء تدري وش اللي يفرح القلب يا سعود؟ يومك تجيب القلب باسلوب ماجد للعالم تاريخ وامجاد بسعود، ما خاب منه بعد الهداف صادق. وسلامتكم، والله يوفق النصر. صح كبدانكم، واقول مدبولين الله يخلف عليك الذبيحه ولا تذبح لما فاز النصر. والله يعطيك العافيه. هذا تحدي بين الجماهير. طبعا تحدثنا عن اجواء الجماهير النصراويه اللي دخلت الان الى مدرجات استاد الملك فهد الدولي، كل ما يخص الجانب النصراوي. قبل بدايه المباراه ايضا اتحول للزميل عبد العزيز الحميد في الطرف الاخر. عبد العزيز الكلمه لك.